لحد دلوقتي بنسمع صدى أغانيهم اللي أقدم من الحضارة البشرية، اللي بيرددوها من ملايين السنين في المحيطات. بيعتبروا من أعظم عقول المحيط وأسياده. بيتقال عليهم يا صديقي أشخاص مش بشريين، مش مجرد حيوانات ضخمة ومفترسة وليها هيبة وكده، لا، دول كائنات تعلمك وتفهمك لو تأملت فيها وفهمتها. كلامنا النهاردة عن الحيتان القاتلة أو الأوركا، واسمع القصة. أهلا بيك يا صديقي في حلقة جديدة من برنامجكم عودة عالم البحار. حضر ماسكك وزعانفك ويلا نغطس غطسة في المحيط مع الأوركا. الأوركا على الرغم من إنها اسمها الحيتان القاتلة، والاسم ده أطلق عليها من زمان عشان شافوها بتقتل حيتان تانية، بس العلماء شافوا إن الاسم ده ظالم ليهم شوية وفضلوا أكتر عليها اسم الأوركا، لأنها كمان في العادة مش بتهجم هجوم قاتل للبشر. المهم إن الحيتان دي في الواقع هي دلافن، وهي أكبر عائلة الدلافن. طب السؤال هنا، اتسمت ليه بالحيتان؟ لأنها بكل بساطة في حجم الحيتان وضخمة جدا على حجم الدلافن العادية. الذكور منهم في العادة بيكونوا أكبر من حجم الإناث، والذكور بيعيشوا لحد 50 سنة، وطولها بيكون من 6 ل 10 متر تقريبا، وزنها بيوصل ل 6 طن، وزعانفها الظهرية بقى اللي من فوق دي يا صديقي بتوصل ل 1.8 متر تقريبا، وبتكون شبه المثلث كده. انا مش عارف في يوم هروح اغطس مع الاوركا بحجمه ده ازاي. نرجع بقى للاناث اللي عمرهم بيوصل ل 90 سنه، تموت الذكر عند ال 50 وتكمل هي 40 سنه حره.